انتهي الشوط الأول من مباراة العين ضد الهلال بتقدم أصحاب الملعب 3-0 في المباراة المقامة على استاد هزاع بن زايد بالإمارات ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا. العين ضد الهلال تقدم العين الإمارات مبكراً عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 6، وبعدها التزم لاعبو العين بالدفاع في محاولة لصد الهجمات الحماسية لفريق الهلال السعودي. وفي أحد الهجمات المرتدة لفريق العين يحصل سفيان رحيمي على ركلة جزاء يتصدى لها ويحرز منها الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 26. وفي الدقيقة 38 يضيف سفيان رحيمي الهدف الثالث له ولفريقه من ركلة جزاء، أيضاً معلناً نهاية الشوط بثلاثية نظيفة. وأصبح سفيان رحيمي أول لاعب يسجل هاتريك للعين في دوري أبطال آسيا منذ 2013، وأول لاعب يسجل هاتريك في مرمى الهلال بالبطولة منذ 2013.